أعزائي متابعي منصة عيد بن شريم المنبخة، أسعد الله صباحكم في هذا الصباح الجميل. صبيحة اليوم كانت ختامية المهرجان الشارقة للشعر النبطي الذي تم اختتامه في منطقة كلبة بتاريخ 9 فبراير بحضور سمو الشيخ هيثم بن صقر القاسم ممثل الحاكم سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو الاتحاد وحاكم إمارة الشارقة. وكانت ليلة بهيجة بحضور كوكبة من الشعراء المبدعين والإعلاميين المتألقين، نحن وإياهم مع سمو الشيخ هيثم بن صقر لقاءات ودية وصور تذكارية مع الطاقم القائم على مهرجان الشارقة للشعر النبطي. ومن هذا المنطلق نشكر صاحب المقام الكبير سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة عضو مجلس الاتحاد، ونقول له بيض الله وجهك وجزاك الله عنا خير الجزاء. جمعت كوكبة من أعلام الدول العربية والخليجية، شعراء وأدباء وإعلاميين مبدعين، وهذه الليلة لها قصة مع شاعر مبدع تجلت شاعريته وظهر اسمه بالإبداع وبالشاعرية وبالعلوم الطيبة، رجل وافي من أبناء العمومة، الشاعر نادر بن خالد المغيبي الروقي العتيبي الذي شارك في مهرجان الشارقة للشعر النبطي وكان متألقا وعادته التألق، وعملت معه لقاء ولكن أعتذر منه نظرا للزحام الذي حصل على الأجهزة، لم أتمكن من إخراج ذلك اللقاء ووعدته وطلبت أن يتأخر. وهذا اللقاء أعدكم جمهوره وجمهوري بليلة تتجلى فيها شعرية هذا الشاعر المبدع الذي أنصحكم بمتابعته، فإنه نزيه اللسان ويطوع البيان، وإن من البيان لسحرا. تفضل أمام الجمهور ومرحبا. يا مرحبا ومسهلا يا أبو خالد. أول شيء الله يسعد لي صباحك ويجعل أوقاتك بكل خير. آمين. وأنا متشرف باللقاء ده مع هامة أدبية مثل عيد بن شريم اللي مشرفنا شعريا وإعلاميا. طول عمرك. حظيت بالدعوة من أمارة الشارقة من صاحب سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. نعم. وكانت الدعوة لي متشرف فيها وجيت وحضرت. كانت أمسيتي أول أمسية في المهرجان. نعم. الحمد لله توفقت فيها جدا. الله. الليلة هذيك نتحدث عن الأمسية. تجلت شعريتك كشاعر مبدع، وكانت قصيدة استهلتها لا أنساها تلج وتعج في ذهني بكلمات خالدة بديتها في صاحب السمو الشيخ سلطان حفظها الله، وبعدها بديت في قصيدة اجتماعية، وبعدها كل لقائك عملت عليه بحث، وعملت اللقاء السابق ولكن هذا اللقاء يفرق بإبداعه وكنا مزحومين. ولكن الليلة أنا سعيد جدا بعمل اللقاء معك، وأنا حريص لإعادة هذا اللقاء لإبداع ابن عمي الشاعر المبدع. هذا شرف لي ويسعدني ودعم لي كذا. الله أنت دعمك يمناك الله يطول لي في عمرك. ما عليك زود. تحدثنا يطول العمر عن تواجد المهرجان والوجيه اللي تحدثنا عنها قبل احنا في ردهة الفندق وفي المهرجان في كلبة وفي الذيد. لا أغفل عنها الشاعر طاهر السلمان الذي تحدثت أنت وياه عن البوذيات الأبوذية وعن الشعر العراقي والفن. فحدثني عن هذه المشاركات التي تجلت فيها الشاعرية والإعلام والمزيج العربي الأصيل. والله هذا مهرجان مشرف، ولا ننسى نشكر القائمين على هذا المهرجان، أولهم بطي المظلوم عبد الله العويس وجمال الشقصي عامر بن سلطان الشبلي ومحمد القصير كل الأخوان القائمين على هذا المهرجان. والله ما قصروا في حسن الاستقبال وكرم الضيافة والاحتياجات، وكل الشكر لهم. الله يبيض وجههم. وجهك أبيض. أسألك الكوكب اللي وجدناها من ناحية الشعر، منظورك كشاعر نبطي. والله فيه شعراء ممتازين جدا وضافوا لنا الشيء الكثير للأمانة. مهرجان مشرف، يعني عرفنا على شعراء ما كنا نعرفهم من قبل، من الدول العربية ومن دول الخليج خاصة. لفت انتباهك أكثر الشعر النسائي الذي تبين وتجلى شاعريته بكوكبة من خواتنا الشاعرات من الوطن العربي ومن الخليج. وش لفت انتباهك من والله في شاعرات للأمانة، لكن لا يحضرني اسماء. وكذلك الشعراء وأخواني الشعراء.
أنا حضرت في بعض الأمور، في بعض الأسماء، والليلة حنستضيف إحداهن. أول من كانت خرجت في منصة عيد بن شريم وزادتنا يعني نورتنا، هي والإعلامية المبدعة شوق اللوزي، مقدمة، وأنا شاركتها في الإعداد، وهي معدة ومقدمة وأشكرها، مبدعة. والشاعرة العراقية روق الشميري التي شاركت بقصائد وجدانية وقصائد اجتماعية وقصائد وطنية، وكان لها المفردة والعذوبة في القصيدة. صادق لها حضور، وسمعت لها قصائد. أشوف شاعرة متجلية بالإبداع للأمانة. الله يطول في عمرك. والليلة عندنا بعد لقاء مع الشاعرة شموخ الراسي، وستقيم اللقاء معها أختنا الإعلامية شوق اللوزي. أبي طال عمرك ما نتحدث عن الشعر، الجمهور لا يخلو يقول عيد بن شريم دائما يبدأ في الكلام ويستطرد ويطيل ويناقش، ولكن القصائد تتاح في كل مكان، ولكن اللقاء لا نحصل على لقاء مثل هذا اللقاء وهذه الفرصة إلا أن نناقش شاعريته ومتى بدأ وكذا. لكن الجمهور خلنا نكسر يعني العتب علي أني طولت في الإعداد وفي السرد، لكن بقصيدة حتى ترفع عني العتب. أبد أبشر يا أبو. يقول خلى لما الفل يدير عواصيف، سبحانه، ربني يحل المعضلة لا قربته، سبحانه، والله ما هي رفيقي على الكيف، بذلت كل الجهد فاللي طلبته. والله عليك. إن جات مالي من وراها معاريف، شيء من الله كاتبه ما كتبته. صحيح. ما هي على ما قيل بالرمح والسيف، بعض النوايا من مشاها إن كبته، يبين طيب الرجل وقت المواقيف، يا كم رجل إن المواقف إن جبته، والطيب درب ما مشوها الملاقي، فصعب على اللي كل مقفي إيش دبته ويكسر عنه من كان هم السواليف نفسه على هرجني مسحبته. يا سلام، صح لسانك، صح لسانك. والإنسان الله سبحانه وتعالى يقول في محكم الكتاب وما يلفظ من قول إلا عليه رقيب عتيد. معنى الكلام أن الإنسان ما يقول الكلام إلا يحاسب عليه. لذلك الشعراء وأنا يعني أولهم لابد أن نختار المفرد ونختار المعنى، وهذه رسالة سامية، قصيدة اجتماعية فيها من الوعظ وفيها من التجلي الشاعري الذي لا يستغرب منك. بسألك طال عمرك أستاذ شاعر جميل مثل نادر بن خالد المغيبي، أنا اللقاء هذا دائما أتكلم مع الشعراء نستأنس بآرائهم، وتكون عند عيد بن شريم يعني رأي، ولكن أغلب رأي الجماعة الشعراء والمبدعين المفكرين، وهو ليس سؤالا تقليديا قد ما يكون سؤال نعمل عليه دراسة نسبة بالمئة. لما تقول طال عمرك الشعر هل هو موهبة ولا وراثة ولا فراسة ولا اكتساب؟ والله كلها بالنسبة لي أنا أشوفها كلها، في وراثة، في موهبة، فيه اكتساب مثل ما قلت، التجارب تصقلك لأنك تكتب في شيء، والموهبة يصير عندك شغف أكثر. هذا هو الشعر، والشعر رسالة في الأول والأخير. بس الرسالة ما تتجلى مثل القلم الذي يجري في يد مبدع وراسي. هي حلوة، لا جات من وراثة وموهبة. أنت لكن ومنين جاك؟ أنا وارث الشعر، أنا جداني كلهم شعر. عن الوراثة وعن الشعر. تسلم. أبي قصيدة تجلت في خاطرك ولم تتردد في كتابتها، هل هي من الغيظ أو الهيض أو فيض المشاعر؟ والله القصايد اللي جت بهالطريقة كثيرة والله. غيظ، زعل، في هيض قريحة ولا فيض مشاعر عاطفية؟ لا شوف، في فيض مشاعر وفي غيظ. والله يكفينا شر الغيظ. لا الغيظ ما هو غيظ رضا إن شاء الله ولا حمقى، لكن لما يحبسها الإنسان وتضرب قصيدة. هذا فيها هقوة هقيتها ولجت في محلها. يا سلام. وأنت تخبر هقوات الريق. صحيح. فوالله أني كتبتها في خلال يمكن 10 دقائق ولا عدلت فيها شيء، وهي على ما هي عليها. عطناها، وإذا بتتحفظ في بعض البيوت ما عندك مانع مهذبة ودربة. الله يطول. لا والله لا ما عنده، بس نبدأ الشعر حتى نطلع السادة المشاهدين على هذه الفنون الحقيقية اللي هي تتبع. كتابة القصيدة تقدر تكتبها كشاعر وتعتبر زي المقالة، لكن هذه اللي فيها روح الإبداع وروح الشاعرية والصورة والمعالجة للموقف. صادق أبو خالد. يقول عزي لقلب صادف ضيق وازعاج، تغريد قمرين بنوح السجاله، يكنى على هم ورا الحدب قدلاج، وابدأ على راعيه قافا بدعله، هواجس التلفي له افراد وافواج، وسقال قدم للرجم صبح وطلع له مشكاه للمعبود بديها الافراج، اللي اليوم منه فزع له فزع له. سبحان. دنيا العنا والناس للناس تحتاج، والكل باللي كل مسلم
ركع له، أحد على الهب وهو له منعاج، وحد يعز النفس وحد طمع له. يا سلام. والقرم من طيبه لها العز منهاج، وفعل ينومس في المعالي طبع له يمرخين سمعك على كل هالراج بعض الحكي. والقيل ما ينسمع له موج البحر من هو يضده اليهاج، لو كان حضر له جيوش وجمع له. الله عليك. الله قصيدة يعني دائما أنا أقف عند بعض الأبيات أناقشها. البيت الأخير وما قبله عدها لي. اللي يقول يمرخين سمعك على كل هالراج بعض الحكي، والقيل ما ينسمع له. موج البحر من هو يضده اليهاج، لو كان حضر له جيوش وجمع له. يسلم صح الله لسانك. صاحبتك. يقول الشاعر الكبير عليه رحمة الله سعد بن جدلان: من يحط اذنه على كل سماء جاف، فرقا ما بعدها تجمع. يلا الله المشهورة. وان معروفة. بن جدلان من لا يعلى كان في صدري دوا في صناعي العب المنكوس واحب رباعه مو بالوقت والوقت خداعي. لان قال من يحط اذنه على كل سماع جاف، فرقا ما بعدها تجمع. عزيزي المشاهدين، لا تاخذون عيد بن شريم لو نتطرق للقصيد وتحدث واخذ دور الشاعر في النقاش، ولكن حتى نثري المشاهد وندع مجال للشاعر يستذكر ما لديه من إبداع. وهنا يكمن الإبداع عندما ذائقتي كمتلقي وكمحب للشعر لست ناقدا كما ينظرني الناس، ولكن يجذبني بعض القصيد، والقصيد الطيب واضح يفرق مثل ما تفرق بيت العيد. يا طويل العمر البيت الأخير وش يقول؟ موج البحر من هو يضده اليهاج، لو كان حضر له جيوش جمع له. من اللي بيوقف أمام البحر؟ صح لسانك. الله جايك ما انت براد. ما حد واقف امام هذه الشاعريه. اعزائي متابعي عيد بن شريم، متابع هذا الشاعر المبدع نادر بن خالد، شاعر ارتجالي شاعر مبدع. انا طمع في قصيده واتمنى ان يتحف الساده المشاهدين ويتحفني انا كمتلقي للشعر. ابي قصيده غزليه. ابشر الغزل والله واجد. يطلب مني مع كثير. اني الفتره الاخيره والله اني قلت ما عليك، هي الفتره هذه ما تاهيل ما قبل الزواج، وهي نتمنى لك التوفيق كما يقولون. وحظينا بدعوة كريمة من أخ كريم ولدعوته للزواج، وما نقول إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجمع بينهم في خير ووفقهم إلى خير الدنيا والآخرة. وإن شاء الله أنا من الحاضرين والمشاركين. الله يحييك. ولا يمنع أن تتغزل على وضح النقا وقصيدك درب، وأحسن الشعر أبدعت فيه ولا يلحقك شكل. الله يطول لي في عمرك. عطنا القصيدة الغزلية. يقول: هذا الضمير يجازي لي مسراي مع خط الرياض، والنفس مقلقها الفراق الله يمن خوفها. يا سلام. يشين حال اللي من الأيام حالف في انخفاض، هذه مصاريف الليال وما حصل بصروفها. الحول حال ولا على المكتوب قدرها واعتراض، لو كان اشوف المقبله قدمي تسل سيوفها. بين العقل والنفس حرب شنها عقلي وخاض، ما تستريح اهل الفعول الا تنول شفوفها. عايش على دنيا الفنا وادري مناكبها اعراض، لكن تصغر في عيوني لا ترى لي شوفها. يا سلام يا سلام. لكن تصغر في عيوني. لكن تصغر في عيوني لا ترى لي شوفها. هذيك الهنوف المترفه يكم لها قلب استهاض، غنيت فيها من محبتها وانا مشغوفها. ما عاد عندي غير بيت من شعور الحب فاض، وان كان تفهم للمعاني يا كبر معروفها. اما تجي تبقى معي مدام برق الشوق ناض، ولا تروح ولا تخلي للجريحه طيوفها. انقى من النسمه على نبت تشكل في الفياض، عشقي لها ما هو قصيده توصف في حروفها. وانا النبيه اللي يدروبه من بياض في بياض، أحرص على ديني لذلك ما ذكرت وصوفها. يا سلام. صح أشهد بالله أنا أبيض أبيض. ولذلك طلبت السادة المشاهدين أنا أحب دائما أوجه للشاعر وأوجه للجمهور التماس عذر لإبداع هذا الشاعر وهو مبدع، ولكن حتى أعرف أن الرجل هذا ظاهره كباطنه النقاء والعلم الطيب، ولا يستغرب ولا يزكي على الله أحد. قصيدك جميل جدا، وأنا والله أني أبدأ أشد الخطوة في الإعداد وفي التقديم، ولكن لما أسمع القصيد تلاحظ أني آخذ وأرجع للقصيد، لأن القصيد عطر المجالس حسن. طول العمر. بسألك سؤال يعني يسأله كثير من الجمهور: سم أبو جعل عدوك ما يسلم وجعل ما نفقدها الرأس الطيب. القصيد المحاورة ماذا يراها الشاعر والإعلامي نادر بن خالد المغيبي؟ هل هو قرين للشاعر بالذات في الشعر المحاورة، أو قريحة متفجرة، أو شاعرية متجلية، أو يراه أنه إلهام حديث الارتجال وما يحظى به هذا الفن الأصيل الذي ورثناه من الآباء والأجداد؟ وفي الشعراء هامات وقامات
احنا نوجه لهم هذه الرسالة ويجاوبون عليها سواء مني أو من سواء الإعلاميين أو من الجمهور. ماذا يرى ذلك الوصف شاعرنا نادر المغيبي عن الشعراء المحاورة، ونوجه لهم هذه التحية. الشعر فن القلطة أو المحاورة هو الآن في توهجه، وفي شعراء غنيين عن شاتي فيهم ولا، فهو شعر ارتجالي لا شك في ذلك ورمزيات وأنا من الأشخاص اللي يحب شعر المحاورة. تلعبها؟ لا، ما قد لعبت للأمانة، لكن أفهم بعض الطوريق تحلل معانيها. هي أفهم بعض المعاني. لا شيء، احنا ما نقولها ان نستنقص من ذائقتك او من معرفتك، انك ما تلعبها، مو معنى انك ما تجيدها ولكن كتفرغ لها وابداع. هذا هو، هذا الأقرب. الدفن اللي يدفنها الشعراء، يبدعون الشعراء من ناحية دفن المعاني والإيماء والتشبيه والتصوير الصورة البلاغية التي يتحدثون دائما عنها برمزية. هل تفك هذه الرمزيات أو تعطي السادة المشاهدين عن هذه الرمزيات التي تتحدث؟ والله ما أقدر أتكلم عن شيء ما تركته للأمانة. يعني ممكن لو جيت على قولتهم نزلت الميدان وأخذت وعطيت ممكن تتغير النظرة في أمور واجد، لكن ما نزلت ميدان. يعني بقول لك فك الشفرة اللي مثل ما تفضلت ردا على سؤالك، شيء ما تركته ما ودي يتكلم فيه، ولا أنا من محبين المحاورة وأعشق المحاورة وأتابع بعض الطوريق. هي لا شك أنا مسألة هي رمزية يضعها الشاعر باستشهاده في الليل، له معنى ودلالة أكيد على الشعر العربي والشعر الفصيح والنبطي والشعبي، وكذلك الذلول وكذلك الفرس وكذلك الطير وكذلك الخنجر، وهي رمزيات يضعونها ويتناقلون فيها المعاني ويتفردون فيها ويوجهون رسالة مبطنة بمعنى آخر، ويناقشوا في قضية هادفة لقضاء الوقت الممتع للجمهور والمعنى الجميل يتمتع بها الجمهور. أخوي نادر، الشعر طلبته في وقته لها الطراه. سلام. أنا من قال سالم ما أكل ولا ما أمل حتى لو طولت في الشرح، لكن أعود قصيدة للجمهور حتى نستمتع فيها ونناقش من خلال هذه. أنا ترى على فكرة بفضل الله الحمد لله ما عندي إعداد مسبق ولا عندي تحقيق مع الشاعر. أفضل شيء ترى البساطة والأمور دي. البساطة والشعر أصلا هو كتاب نتفرد في صفحات ونأخذ من خلالها لقاءاتنا ونستمد منها النقاش الحديث الشفوي العفوي الذي ينم عن معرفة ومناقشة عفوية. القصيدة الجاية وش موضوعها؟ هل هي غزل أو نصح؟ والله كثير طرقت لي بحور كثير والقصائد كثيرة، لكن فيه قصيدة إن شاء الله ما بتعجبك. كل قصيدك معجبة. الله يطول لي بعمرك. أنا كل ليلة أنا وياك وراشد القناص ونعم أبو محمد له جهود نشكره يوم جاء طاري أبو محمد. ونعم هو استاذ أنا بعد عبد الله الديابي. ونعم أبو معتاد، والله لهم جهود يشكرون عليها للأمانة. وكنا نتزاحم كشعراء على الوقت من بديهم الله يجزاهم خير عادلين وموفين. الله يبيض وجيهم. ولذلك هذه حتى نوصفهم ونوصف زملائنا الشعراء والشاعرات إن هذه الأمسيات التي تقام في ردهة الفندق بعد الأمسيات الرسمية نستجاد فيها الحديث ونتناقش ونسمع ويبدعون الشعراء والشاعرات في الوقت الأخوي الذي نستمتع فيه. وسمعت لك من القصيد كثير، ولكني أحب أني أخلي القصيد عندك، وإذا منك أردت أني أطلب أنا بطلب، لكن هذه للجمهور. أبد أطلب. قصيدك أنا مطلع عليه وجميل. أبد الله يجمل أيامك وأعمالك يا أبو. لا بها هذه منكم بعدين. أبد أبشر. هذا فيه رفيد زلي جبل له علم من غير صحيح. إيه؟ أنا أحب ترى القصائد اللي لها سبب. هذا وأكون حافظها مهما يمر لأنها عفوية. إيه وأكون حافظها. ولا القصائد واجد، لكن هذه يقول النعم يحظى بهم طنيخ وقروب، والورد له قيمة قبل لا يدبر، والوقت ميلات تبي صبر وعزوم، رجل يسدك في المواقيف قبل، راعي هلا لبيه تراك مخدوم، وفك من هو بلقى فيه الكبل. يا سلام. قلته وقولوا يا فمك كل زيزوم، انضج بفكري عن كلام المهبل يا صاحبي، مثلك عزيز ومحشوم، مدأت جودك مثل وبل يسبل، ما انت على رد المهابيل ملزوم، طعني وخلي اللي يطبل، اللي يخطف العلم من غير مفهوم ينقل لك علومي عليها يدب.
يا سلام، صح لسانك. صح. هذا دليل على اللي يقوله. ذكرتني بشاعر كبير، وادعونا الله يغفر له ويرحمه، الشاعر الكبير مفرح الضمني من شعراء الكويت، وقبيلة مطير وعبد الله بن المهالكة من ربعنا، أبوه الشاعر فيصل والشاعر بدر الضمني، وأصبح عليهم في هذا الصباح الجميل اللي يقول أنا رفيقي مسمع اللي حكابه، لو جاتني منها السوالف مضاريع، أقرأ مفاهيمه وحكم جوابه، وأعرف من دخل يقول القدم والمطاليع، ولي صفح لا الصلح يا مرحبا به. القصيدة المشهورة هذه خلتنا الشاعرية هذه تخليني أنا أنجذب، وهذا الأسلوب يعني ورثناه من شيابنا ومن مجالسنا، ولكن كان نستذكر فيه شخصية إعلامية. بما تحدثنا عن الإعلام الكويتي والشعراء في دولة الكويت، شاعر له علينا حق الدعوة في هذا اليوم، أخونا الغالي الوافي الله يغفر له، الأستاذ حمد بن عبد الله العزب، شاعرا وإعلاميا متألقا ومن قبيلة العجمان العزيزة علينا وعلى الجميع. فكان كل ما يأتي بيت يقف عنده حمد لحفظه متميز وإلمامه بالشعر واحتكاكه بالشعراء، وصفته عليه رحمة الله ملما مع الشعر، وكان واجهة مشرفة ولا يزال، وعسى الله يبارك في عقبهم من بعده. حدثني أنا أغرب قصيدة مرت عليك كذائقتك وشدت انتباهك وحفظتها من أول وهلة. ما هي بلي قصدك؟ لا ما هي بلك، حفظتها واجد والله. القصيدة تأثرت فيها وحفظتها، واذكر شاعرها، وإذا ما ذكرت شاعرها بس نبي نسمعها حتى يكون في هناك تنوع. والله ما يحضرني الآن شيء أبو خالد، لكن القصيدة اللي تأثرت منها واجد، لكن خبرة مشاغل الحياة تنسيك بعض الأمور. وأن احنا نحفظ قصيدة الشعراء أنا بعض قصايدي والله محفظها، احنا نحفظها من ترديدهم من صادق، حتى تكون لنا انسيابية في الحديث، ونسأل ونستشهد حتى نضفي على الحديث جمال لقاء معك لا يمل ولا يكل. الله يسلمك. أسألك سؤال يعني واضح، شاعر ولك لقاءات متعددة شفناها في السنابات وفي القنوات الرسمية والمهرجانات، هل يرى الشاعر نادر بن خالد المغيبي أن السماء الواسع اللي أتيح للجميع النشر فيه والتواجد من خلاله هل نصف الشعراء، أم كانت هناك فترة مرت على الشعراء فترة عجاف من ناحية النشر والشللية والانحياز وإقصاء الطرف الآخر الذي يحمل إبداعا وتألقا؟ ما هو الفرق وما هي الفترة اللي مرت عليك، أو أنك ما لحقت على ذلك الفترة بناء على سنك وأنت فيك المقام الكبير في التقدير والشاعرية، لكن أتكلم كفترة يعني مارسها جيل الثمانينات ميلادي والسبعينات والتسعينات والألفين. الجيل شو اسمه الجيل ذا ما لحقناه على قولتهم، ولا كنت أكتب وقتها، وبعيد كل البعد. أنا حتى لين يمكن عام 2016 بعيد عن الإعلام، بس ندرك أن الإعلام ما كنت يعني متابع جيد عشان أقدر أتكلم. بس الآن الإعلام دحين إعلامك معك في جيبك، إذا عندك شيء فان طالع ما لا محالة. الحين بعضهم يقول ما حد يدعي ولا حد ما في الإعلام الحين في جيبك. فإذا عندك شيء ممتاز وعندك رسالة وعندك مادة قوية ومشرفة فأنت بتطلع اليوم ولا بكرة. لك في الشيلات نعم. والجمهور لابد، يعني أنا سمعت ذاك الليل في المسرح لما كانت تمسيتك أول الأمسيات وكنت أول الشعراء المشاركين ولجت القاعة ولج الجمهور بالتصفيق وصفقنا وطربنا مع القصيد أداء وشجن وإبداع. وكان حتى خلال طلب الأستاذ راشد القناص والأستاذ عبد الله الديابي طلب القصائد المسماة بلحنها ووزنها وقافيتها وإنشادها الذي أشرف الأذان وأمتعنا. أبي قصيدة شيلة فيها من الإبداع وأنت قدامك المنصة وأنا مستمع، وهذه اسمعها حتى جمهورك. أبجيب لك هي 3 أبيات ترى كتبتها قبل أمس وشلتها وكل شيء ما هي طالبينها مني، ما عندك، لكن نبي نجيبها لك. ما عندي. يا نبش الجرح قل لي وش من مستفيد، يا سلام. لا تزيد همي ولا تكثر علي العتاب. يا سلام. مالك ومال السوال اللي يثير القصيد، قصايد الوجد والفرقة وجرح الغياب. اليوم أنا مبتعد
ما عاد به من جديد إلا قديم لها ثره مثل وابل السحاب. يا سلام يا سلام، صح لسانك وصح روحك. وهذه حصرية عبر منصة عيد بن شريم لجمهور الشاعر المبدع نادر المغيث. لسانك وبيض وجهك. وأنا والله الوقت معك لا يكل ولا يمل. الله يطول لي في عمرك. أنا جدا سعيد في هذا اللقاء. أسعد أبو خالد. والوقت معك لا يحسب. الله يطول لي في عمرك. ولكن بعد حتى ما يقول الجمهور أننا ناقشنا وخلينا قصيدة تختم فيها هذا اللقاء الأكثر من رائع، والذي والله أنه يسرق من الوقت. ونقول لك يا عيد بن شريم أنت تأخذنا في إبداعك وتسحب في الحديث اللطيف الذي فيه من الجزالة والخبرة. وأنا أقول والله إذا لقيت الضيف المطلق الكفوشر والسامع وأنه أبدع، أني ما أحب أني أقطع وارده واستطرد معه في الإبداع حتى أستمتع أنا كشاعر واستفيد كإعلامي ومتلقي. تبي لي قصيدة؟ ما كيف؟ ولو قصتين ما عندنا ما نوثقها وتأخذ وضعها في الإعلام ونستفيد منها. يقول يا سواد الليل لما منك ضويت. يا سلام. قمت حداني على طرق الغناء. يا سلام. ما تهنى في سباتي والمبيت داعي الذكرى منها ضيقي دنا. يا سلام. ما يفيد الوجد معقولة يا ليت كم لي عنك يا نوم الهنا. بعد صممت الأماني تنبنيت انهدم حلمي مثل هدم البنا. كانت الطائف حضيها لا لفيت مكثر اللوعات يا دنيا الفنا. فالحبيب اللي بقربها قد سعيت ميرصار اللي كتبها الله لنا. القدر محتوم والزبدة في بيت أبو نايف يمثلني أنا لي حبيب يوم روح ما سليت يعلم الله توبتك تلعن. يا سلام صح لسانك. وبوهف على بيت أبو نايف إذا الرجل اللي يعرفه وأمسي عليه وصب عليه شاعرنا الكبير وفنان القدير خالد عبد الرحمن. أغنية معروفة ولقت رواج. وأنا على فكرة قابلته والتقيت به في أحد المناسبات. وشاعر جميل ومبدع ورجل كفو وصاحب رؤية وصاحب لطافة في اللقاء ورجل مواقف. أمسي عليه وأتمنى له التوفيق. وراعي مقناص حدث بيني وبين اللقاء جميل وتحدثنا عن الصيد وعن القصيد. وكان أغلب قصيده من الواقع المعاناة والحقيقة. معروف. وقصيدتك جميلة جدا وأنا من بياته عرفت من حاوي الله بيض وجهك. أبو نايف الله يذكره بالخير طول في عمره السامع شاعر وفنان كبير. وأتمنى له الخير وأتمنى أن الجمهور يوصل له الرسالة هذه عبر منصة عيد بن شريم. طويل العمر. قصيدة ختامية وأنت تختم. الليل الشاعر يقلط معانيه. يا سلام. يسهر بها التفكير ويفك مشروع. جال الشعر من هو بقافه يراعيه لا عز زمانه. جال الشعر من هو بقافه يراعيه لا عز زمانه وانتحابه بلا طوع. والله ما جيت الشعر هاوي ولا بيه من واقعي ما هو مزيف ومصنوع. ولاني على نهج السخافات بانيه عن الهزل والظلم والذم مرفوع. والرجل يحسن منطقه في قوة فيه بوح لا من صار للقافة موضوع. شفت الشجيع الوقت بالهم مشقيه وسط الوطن ما كله دار وربوع. الله شفت الشجيع الوقت بالهم مشقيه وسط الوطن ما كله دار وربوع. مدري وش اللي ذكر القلب ماضيه يخطر على بالي له أيام واسبوع. ذيب المحاني فاقد وصل غاليه لحد يلوم اللي من الوقت موجوع. دقيت رقمه مير علمي وما فيه جاوبني الواقع هذا الخط مقطوع. الله من قلب تعب من طواريه لا من سلع جاته مغيرات وجموع. اللي يحس بضيق لحد يخليه تجملوا يلي لكم راي مسموع. يا سلام. تجملوا يلي لكم راي مسموع. تجملوا في هذا الرجل الشاعر المبدع. الله يطول لي الذي هذا شيء فات وراح. نعم تجملوا. وأنا لكن أقول أنت مجمل والجمال فيك في محلها. الله يطول لي والختام عندك. والله ودي أسولف والحديث يجذبني إلى أبيات وعبارات طريفة وحول المواضيع الهادئة. والله أني أنا سعيد. الله يسعدك. باللقاء مع هام هدبية وشاعر وإعلامي مشرفنا يعلم الله في دول الخليج. يشرف مقدار. وش أقول عيد بن شريم وانتهى الموضوع. الله يبيض. أختم للجمهور عيد بن شريم. شاكر ومقدم خالد. الله يبارك فيك. السلام عليكم.